قمة الرعب اللي ممكن تشوفها في الدراما المصرية. بص انا مش عارف اجيبها لك ازاي، ولكن احمد فهمي قدر يتحول من ده مصر المزارع، مصر المصانع، مصر المقصة، لده. يعني مفيش قضية، ادينا بنتسلى. لو تابعت اول حلقتين من مسلسل سفاح الجيزه فانت اكيد مليون في الميه نسيت ان احمد فهمي ممثل كوميدي. قبل ما نتكلم على الحلقه الاولى والحلقه الثانيه اللي تم عرضهم بالفعل، وقبل ما نتكلم عن تفاصيل الحلقه الثالثه وحصري عندنا احنا بس، خلينا الاول ننزل على التعليقات ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، وندوس لايك على الفيديو والاشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد. يلا هاني ما تبقاش كتير على 20000 مشترك واحنا باذن الله قدها. يلا خلينا نشوف مع بعض ايه حكايه سفاح الجيزه اللي قلب السوشيال ميديا دي. مسلسل سفاح الجيزه انتاج منصه شاهد واخراج هادي الباجوري، بطوله احمد فهمي وباسم سمره وصلاح عبد الله ومجموعه من ممثلين كتير، ولكن ابرزهم واهمهم سفاح الجيزه اللي قام بدوره احمد فهمي والمحقق اللي قام بدوره باسم سمره. مسلسل سفاح الجيزه مستوحى من قصه حقيقيه حصلت بالفعل في مصر لشخص اسمه قذافي فراج. حكايته بدأت بعد ثوره 25 يناير تقريبا، لما صاحبه وصديق عمره رضا قرر يسافر الخليج وعمل له توكيل انه يتصرف في كل من ممتلكاته، وده علشان كان بيحبه وواثق فيه. ولكن قذافي طمع وطلب منه مبلغ كبير جدا علشان يعمل بيه مشروع، ولما ينزل مصر بيتحاسبه. وبالفعل رضا وافق لانه كان واثق فيه جدا. قذافي للاسف اتصرف في كل فلوسه وما كانش عارف هيقول له ايه، ولكن بعد 4 سنين رضا قرر يرجع مصر وقرر يستقر في مصر، ولذلك راح لرضا وطلب منه فلوسه. رضا عزمه على الغداء في شقه عنده في بولايه دكرور بحجه انه يتكلموا في الشغل ويرجع له فلوسه. وطبعا زي ما قلنا قذافي اتصرف في كل فلوسه، ولكن هنا كان عامل له كمين، حط له في الاكل سم ومات رضا ودفنه في نفس البيت. وبعد الحوار ده قذافي كان على خلافات مع زوجته كتيره جدا بسبب الماديات، وفي يوم هما بيتخانقوا زقها خبطت في راسها حصل لها نزيف وماتت ودفنها برضه في نفس الشقه. واتصل باهلها وبلغهم انها خرجت من البيت ولسه ما رجعتش، وكمان عمل بلاغ، ولكن ابوها شك فيه وعمل فيه بلاغ ان هو اللي قتلها. ولكن بما ان مفيش ادله كافيه فالنيابه اخلت سبيله. بس يا معلم باختصار ده اللي دار في الحلقه الاولى والحلقه الثانيه والحلقه الثالثه، مش عايزين نحرق باقي المسلسل. دوس لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اول باول. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي.